نهر جاسم في ذكريات المقاتلين الإيرانيين. حظي نهر جاسم بشهرة واسعة في الجيش العراقي بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، فقد ارتبط ذكر هذا النهر بأكثر المعارك دموية في الحرب العراقية الإيرانية، وسميت المعركة بالحصاد الأكبر أو كربلاء 5 بحسب التسمية بين البلدين. والملاحظ أن اسم محور نهر جاسم قد طغى على اسم المعركة الأصلي الحصاد الأكبر، ومن يبدأ الحديث عن هجمات الإيرانيين في بداية كانون الثاني عام 1987 حتى تأتي الأحاديث والذكريات عن أيام نهر جاسم البريرة التي قاتلت فيها فرقة المشاة 11 العراقية قتالا بطوليا تراجعيا، حيث كان محورها في غرب الشلامجة. كان محور فرقة المشاة 11 يتعرض لهجمات شديدة من فرقة ثأر الله 41 الإيرانية التي يقودها قاسم سليماني. يصف حسين معروفي أحد قادة الفرقة والذي كان أسيرا في العراق نهاية الحرب ضراوة المعركة في نهر جاسم بأنها أصعب وأشد مرحلة في الهجوم الإيراني كربلاء 5. أطلق العراقيون معظم غاراتهم وقذائف مدفعيتهم على هذا المحور، وكان التقدم فيه يحسب بالأمتار والسنتيمترات. كان العراقيون عنيدين جدا لدرجة أنهم ساروا على جثث رفاقهم من القوات الخاصة لأجل استعادة المنطقة التي خسروها، والتي كانت سجالا تارة بيد الإيرانيين وتارة أخرى بيد العراقيين. أثر شدة القصف المدفعي العراقي الثقيل ونيران الرشاشات على تقدم الإيرانيين. حسين معروفي الضابط الذي لم يرتدي خوذة سابقا في أي معركة اضطر لاستعارة واحدة من أحد القتلى الإيرانيين نتيجة للحجم الكبير من النيران العراقية. يصف معروفي مشهد النيران ليلا بأنه كان مخيفا جدا، ولم يصدق أن القوة التي تحت إمرته قد وصلت سالمة إلى إحدى المواقع العراقية بعد أن طلب سليماني منه التقدم. وعندما طلب الإسناد من كتيبة أخرى تاهت بغير اتجاه بسبب حدة النيران العراقية. ويختم معروفي كلامه عن زخم القوات العراقية حيث يقول: وبغض النظر عن عدد القتلى العراقيين كان يحل محلهم أشخاص جدد. سليماني كان من جهته مع فرقته في نهر جاسم، وأثناء التقدم تعرض هو ومن معه للتطويق من قبل القوات العراقية. نادى سليماني في الجهاز اللاسلكي وكان يسمعه محمد جعفر أسدي قائد فرقة المهدي: العراقيون حاصرونا، نحن على بعد أمتار منهم، لا أعرف ما إذا كان أي منا سينجو، سنلتقي يوم القيامة. استجاب أسدي لنداء سليماني وأرسل إليه قائد كتيبة الفجر مرتضى جويدي المعروف بآشلو، حيث تمكن من فك الحصار عن رفاقه، ولاحقا قتل آشلو في هذه المعركة. في عملية كربلاء 5 في منطقة الشلامجة كنا في أصعب محاور هذه العملية أمام مقر الفرقة 11. يتذكر محمد روزدار أحد المقاتلين الإيرانيين القدامى أيام كربلاء 5 والصعوبات التي واجهتهم للسيطرة على مقر الفرقة 11 العراقية، حيث تصدت لهم إحدى أفضل فرق الفيلق الثالث العراقي. وعلى وصفه كانوا من ذوي الخبرة ويملكون كافة الوسائل لإدامة زخم المعركة. كان القتال حول مقر الفرقة 11 عنيفا جدا، ولم تفلح هجمات الإيرانيين عليه في بادئ الأمر بسبب النيران العراقية الثقيلة والتي منعت الإيرانيين من إقامة جسر أكبر للعبور. شن العراقيون بعدها هجمات منظمة بالدروع والقوات الخاصة صبت علينا نار جهنم. لأجل عبور إحدى السدات الدفاعية والتحرك قرب نهر جاسم اختيرت كتيبة القائم 158 لتنفيذ المهمة التي يؤمل أن ينتج عنها إقامة جسر حديدي لعبور القطاعات الإيرانية. كان عدد أفراد الكتيبة يتكون من 150 مقاتلا، ولمدة يومين خاضت الكتيب قتالا شرسا،
حيث يذكر أحد مقاتليها أنه لا يوجد متر واحد لم تسقط عليه قذيفة من عندنا أو عند العراقيين، وسويت المباني الموجودة مع الأرض. وما أن عبرت الكتيبة نهر جاسم حتى أصيب قادتها وقتل منها الكثير، ورغم نجاحها في مهمتها إلا أنه لم يعد منها سوى 15 مقاتلا. وبعيدا عن ذكريات الإيرانيين عن نهر جاسم والمناطق القريبة منه، اضطرت قيادة الفرقة 11 العراقية المتمثلة آنذاك بالعميد عبد الواحد آل رباط إلى الانسحاب من مقرها إلى الخلف في التنوم، بالإضافة إلى انسحاب العديد من جنودها عبر جزيرة الطويلة إلى أبي الخصيب عبر شط العرب. وكذلك ينطبق الحال على بقية التشكيلات العراقية المتواجدة في هذا المحور. في النهاية كانت محصلة الهجوم الإيراني كربلاء 5 السيطرة على مناطق البوارين وعتبة وشلهة الآغوات وغيرها، وتبلغ المساحة التي سيطر عليها الإيرانيين حوالي 12 كيلومترا عرضا و6 كيلومترات طولا لغاية الحدود الإيرانية. بعد ذلك أصبح نهر جاسم خطا دفاعيا للإيرانيين، وتم تحرير هذه المنطقة لاحقا خلال عمليات توكلنا على الله الأولى عام 1988.